مرحلة التجاوز العاطفي أو تجاوز علاقة كنا عايشينها وكنا مدينها وقتنا وصحتنا وأعصابنا وخرجنا منها، والحقيقة إن كتير ما بيعرفوش يخرجوا منها. الموضوع بيبقى أزيد شوية عند الستات. أول حاجة خالص، بس إحنا ما تنكريش أو ما تنكرش فكرة إن في ألم، لان الحقيقه ان ما تنكره عقلك بيركز عليه، ودي اكبر مشكله بتحصل لنا، ان احنا طول الوقت بنقول ان احنا ما اتضايقناش وايه يعني، والحقيقه دي من اكتر الحاجات اللي بتخليك تركز اكتر على الموضوع. تاني حاجه، لو انتبهت لها كويس جدا هتعرف او هتعرفي ان الحب دخل تدريجي، فطبيعي انه هيخرج تدريجي. انت مش هتصحي من النوم او مش هتصحى من النوم تلاقي نفسك نسيت الشخص اللي كنت بتحبه والعلاقه اللي خدت من طاقتك وخدت من اعصابك وخدت من احلامك حتى للمستقبل. الحاجة التانية، زي ما بنعمل ديتوكس كده وبنحاول ننظف جسمنا من السموم، تقدر جدا تعمل الديتوكس او تعملي الديتوكس ده بس ديجيتال، على ديجيتال شوية كده. تقدري جدا او تقدر جدا تقفل كل الابواب اللي بتصير مشاعر عندك وبتخليك تفتكر لحظات الحقيقة انه مش في مصلحتك ابدا انك تسترجع اللحظات دي دلوقتي تحديدا، لان ده اكتر وقت انت بتحس فيه بالانتكاسات اسهل من اي وقت تاني. والحقيقة برضو ان طول الوقت احنا ما بنحاولش نعوض الفراغ ده بحاجة تحسن علاقتنا مع نفسنا. للأسف احنا دايما مش على وفاق كبير مع نفسنا، او اغلبنا يعني، الا من رحم ربي، الا اللي وصل بتفكيره وتركيزه وتأنيه كده ان علاقتك مع نفسك اهم بكتير من علاقتك مع باقي البشر. الحقيقة ان علاقتك مع نفسك لو اتظبطت هتقدر تظبط شغلك، هتقدر تظبط حياتك، هتقدر تظبط علاقاتك، هتقدر تتصالح مع فكرة ان كل حاجة واردة. الحقيقة ان الموت بيفرق، انتهاء العلاقات بتفرق، اوقات كتير جدا سوء تفاهم بيفرق، اوقات كتير جدا عوامل خارجية بتفرق، والحقيقة ان دي اقدار وربنا سبحانه وتعالى بيبقى كاتب لنا ده. والحقيقة برضو ان مش طبيعي ان البني ادم يموت بعد ما شريك حياته او البني ادم الشخص اللي كان مرتبط بيه تخلى عنه او بعد عنه، لان انت طول الوقت اللي هو المشكلة الاساسية ان انت بتركز في الطرف الاخر، تنسى تماما تركز في نفسك، تركز في الايام اللي جايه، تركز المفروض تعمل ايه، والمفروض ايه الاخطاء اللي مارستها في علاقتك اللي فاتت وهي دي اللي ممكن تكون بوظت العلاقه، ايه اللي مش عايزه يكون موجود في علاقتك اللي جايه. حاجات كتير جدا لو حطيت لها نقط كده وفكرت فيها كويس هتلاقي نفسك بتبني علاقة جيدة مع نفسك، ودي أول حاجة هتخليك تخاف على نفسك من المشاعر السيئة والقلق. الحقيقة أول ما هتبني علاقة قوية مع نفسك هتختار نفسك. أنا نرمين هيكل، ودي قناة